طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وضاح أزهري، واليوم حابب أديكم مراجعة أو ريفيو عن كورس السيلز والنيغوشيشن اللي اتعمل داخل برنامج المنتور في 2024 شهر يوليو. طيب، أنا وضاح أزهري، أنا IT أناليست بعمل في ألبرتا هيل سيرفيسز. دي أكبر مؤسسة رعاية صحية في كندا بعدد موظفين فوق ال 120 ألف، وبتخدم أكثر من 4 مليون نسمة. بعمل الآن في التيم اللي بقدم تكنيكال سبورت ليفل 2 للميديكال والادمنستريتيف ستاف. خلفيتي في الهندسة، أنا خريج بكالوريوس الهندسة الكيميائية مرتبط الشرف الثانية من جامعة الخرطوم، وأيضا عندي دبلومة في الانسترومنتيشن انجينيرينج من جامعة نيد في كندا من مرتبة الشرف الأولى. عملت في مجال الهندسة ومجال البترول ل4 أعوام، والآن لي 3 أعوام بعمل في مجال الاي تي. قبل ما أتكلم عن الكورس حابب أتكلم عن المنتور بشكل عام. أنا دخلت المنتور لي أكثر من عام، وهو شايف إنه ده أفضل قرار أنا أتخذه في حياتي المهنية بلا منازع. وده بيرجع للكم الكبير بتاع التطور والفائدة الواحد حسيها، يعني أنه اكتسبها من دخل البرنامج وشارك فيه وتفاعل فيه. البرنامج مميز والحديث عنه بطول، لكن في العجالة دي الواحد ممكن يذكر أبرز الأشياء اللي فيه. بالتأكيد هو الجانب بتاع الكورسات، ده كان المدخل بتاعي، المدخل بتاع أشخاص كتار للمنتور وكورسات. طبعا باشمهندس رضوان هو علم في مجاله، وأنا دخلت الكورس بتاع ديف أوبس فاندامنتالز، وكان كورس قوي جدا ومليء أيضا يعني بالإنسايتس اللي ما بتلاقيه في أي حتة تانية. وكان غطى السوفت وير اندستري واللايف سايكل بتاعت صناعه البرمجيات فروم اند تو اند. وبعد ذاك دخلت في الكوميونتي اللي هو ايضا من الاشياء المهمه جدا عندنا في البرنامج. هو ده اللي بيضم يعني السب بروجرامز ولا. فاستمتعت واستفدت كثير جدا من زي محاضرات التواصل، محاضرات التفاوض، الفعاليات اللي بتركز على الورك تشالنجز، البوك كلوب، كل الاشياء دي. انا استفدت من المنتور ده كتير جدا يا اخواننا، يعني بجد يعني الواحد هو ممتن للفرصه انه دخل البرنامج ده. يعني اولا انا تعرفت على العديد من يعني الشباب والشابات الرائعين، والواحد يعني بحمد الله توفيقه يعني عمل علاقات جميله جدا. اتيحت لي فرصة إنه داخل برنامج المنتور اتيحت لي فرصة إنه أنا أعمل مقابلات مع يعني أشخاص بقامة باشمهندس رضوان، باشمهندس مشرف، ساندرا كيل اللي هي مايكروسوفت ام في بي. دي كلها فرص عظيمة جدا ما كانت حتكون متاحة لي من غير انضمامي لبرنامج المنتور. ده غير الاحتكاك يعني مع الأشخاص المميزين في الكوميونتي، تبادل الآراء وكده. فده كله بحسن من العقلية بتاعتك وبحسن من قدرتك على الحكم على الأمور. يعني فوائد كثيرة جدا، زي ما ذكرت. هو بالجد يعني هو مركز متكامل في النهاية برنامج المنتور ده، وانا شايف انه هو رائد في المنطقة العربية بالتأكيد. وهو الوحيد من نوعه، يعني انه هو مركز بيهدف لتطوير الحياة المهنية وبشكل فعال وبشكل ايضا يعني من الاشياء الواحد ما عاوز ينساها انه هو الكورسات والكوميونتي والاشياء دي كلها معموله في بيئه بتضاهي تجربه العمل في الشركات العالميه. فمجرد انك تدخل في البرنامج ده، مجرد تتفاعل وتمشي، ده براه حيفيدك كثير جدا، وحيغير من المايند سيت ويغير من وخليك تكتشف الكثير من البلايند سبوتس وغيره. طيب، خلونا نجي للكورس بتاع السيلز والنيغوشيشن. الكورس ده مميز ايضا، وهو الكورس الفكره بتاعته بتتكلم عن انك انت كيف تتعلم مهارات البيع والتفاوض وتطبقها في السياق بتاع المنتجات اللي عندنا في برنامج المنتور، اللي هي سواء الكورسات اللي بنقدمها او الكوميونتي ممبرشيب. بدينا الكورس كانت يعني بالاشياء النظريه. باشمهندس رضوان بدينا من اساسا يعني اساسيات الماركتينج، الاساسيات بتاعت السيلز، الفنل اللي عندنا. وبعد ذاك كيف تبني العلاقة مع الليدز، يعني الليدز ده مجرد ما تتكلم معاه حتى بمسج أو يملى الفورم أو كده لحد ما تصل مرحلة إنك تعمل معاه مقابلة. كيف تبني 1 to 1 ريليشن شيب، كيف الريليشن شيب بتاخدها بخطوات يعني هادئة وواثقة. كيف تكون التركيز بتاعك إنك الطرف الثاني اللي قدامك يكسب، وفي نفس الوقت أنت أو المؤسسة اللي بتعمل عليها أيضا تكسب. تسأل الليدز open ended question close ended question، يعني تعرف البين بوينتس بتاعته،
وبعد ذاك انك كيف تعرض الاشياء اللي عندنا في المنتور والبرامج، وتعمل مابينج للبين بوينتس مع الاشياء اللي عندنا، وبعد ذاك تدخل في المرحله بتاعت البيع والتفاوض. فده الجانب النظري. الجانب العملي بدأ بانه نحن يعني بنشوف باشمهندس رضوان نفسه بيعمل مقابلات مع اشخاص حقيقيين، وبعد ذاك يعني بنتناقش في المقابلات دي وبنتناول الفيدباك. المرحله اللي بعديها نحن بنعمل سيموليشن، ولاحقا بنعمل ريفيرس شادوينج. حتى يعني بعض الاشخاص داخل الكورس عملوا ريفيرس شادوينج بحيث انهم هم قابلوا الليدز بشكل يعني مباشر، يعني ليدز حقيقيين. وده كله بيتم في جو بيئه داعمه، بيئه يعني بتشجع على التعلم، بتشجع على تحمل المسؤوليه، وبتشجع على انك تتقبل النقد بشكل ايجابي. فالكورس انا استفدت منه كثير جدا يعني. وانا عموما بتعامل مع في شغل الحالي بتعامل حتى مع الكلاينتس وكده. لكن الكم بتاع يعني الفيدباك الجانبي بالتحديد استفدت منه كثير خالص، وكشف لي بلايند سبوتس ما كانت عندي. ايضا استمتعت بالشغل مع الشباب اللي انضموا كانوا معنا في الكورس، مجموعه مميزه من الشابات والشباب. فكانت بيئه يعني عمل جماعيه رائعه جدا، كل الناس بتدعم بعض، كل الناس حريصه انها يعني اي واحد يستفيد واي واحد يمشي لقدام. ف دي كلها يعني حتى الموضوع بتاع الفيدباك، كيف انك انت تقدم فيدباك بشكل موضوعي، الاشياء الايجابيه، الاشياء اللي ممكن تتحسن، وتتلقى الفيدباك من غير ما تكون ديفنسيف، من غير ما تكون دفاعي. دي ايضا من الاشياء اللي مارسناها بشكل يمكن يومي، وكانت شيء جميل جدا. طيب الان الكورس، انا حابب اتكلم مع الشباب المهتمين انهم ياخذوا الكورس ده. فانا بقول لهم يعني نصيحتي لكم، انت اذا دخلت الكورس ده تدخله بعقل مفتوح، وايضا تكون يعني ملتزم او كوميتد للكورس، لانه المشاركه فيه مهمه جدا. انت قدر ما شاركت اكثر، قدر ما اتفاعلت اكثر، قدر ما الفائده كانت اكثر. من الاشياء المهمه جدا موضوع انك انت يعني الفيدباك مهم جدا، بالذات تتلقى الفيدباك يعني زي ما قلت من غير ما تكون دفاعي. تاخده على انه هو ده فرصة عظيمة جدا للتطور، وانه ده اسرع طريق انك تطور من نفسك ومن مهاراتك لما تلاقي فيدباك بشكل موضوعي تستفيد منه، وايضا كيف تقدم فيدباك. فدي كلها اشياء مهمة، وهي في تقديري اللي بتميز الكورس ده من اي كورس تاني. يعني العمق بتاع المعلومات، العمق بتاع المفاهيم النظرية، وايضا الجانب العملي اللي هو يعني انت بخليك تطبق بشكل مباشر كل الاشياء اللي اخذتها دي وتاخذ فيدباك ان ريل تايم. فبتمنى انه الفيديو ده يكون مفيد لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.